السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم واحد الموضوع اللي كاين بزاف من الناس، خصوصا الشباب اللي كيساليو القرايه ديالهم ولا اللي خدامين ولكن ما مرتاحينش وكيقلبوا على تغيير في الحياه ديالهم. الموضوع ديالنا اليوم هو المقاوله ولا الوظيفه، شنو نختار وشنو الافضل. بزاف ديال الناس كيكونوا حايرين واش يخدموا في وظيفه سواء مع الدولة ولا في شركة، ولا يبداو مشروع خاص بهم ويكونوا رجال أو نساء أعمال. كل طريق عندها إيجابياتها وسلبيات ديالها، وهذا الشيء اللي غادي نحاولو نفسروه بالتفصيل في هذا الفيديو. غادي نهضرو على الفرق بين المقاولة والوظيفة، غادي نوضحو المزايا والتحديات ديال كل وحدة، وغادي نعطيو أمثلة حقيقية من الواقع المغربي باش تكون الصورة واضحة ليك، ماشي غير هكاك، بل حتى نصائح باش تختار الطريق اللي يناسبك حسب الشخصية ديالك وقدراتك والظروف ديالك. فاش تكمل هذا الفيديو غادي تولي عندك رؤية أوضح، وغادي تقدر تجاوب على السؤال اللي كيطرحوه ملايين من الناس، وهذا السؤال هو: فين نقدر ننجح في الخدمة مع الناس ولا في مشروعي الخاص؟ خليك معايا، دير لايك وبارطاج الفيديو مع صحابك، حيت هاد النوع ديال المواضيع يقدر يبدل لك المستقبل ديالك. على بركة الله. المقاولة ولا الوظيفة، المقارنة الشاملة. شنو نختار؟ فاش كتخرج من القراية ولا كتكون باغي تبدل حياتك، كيبان لك الطريق مقسوم لجوج: اما تدوز الوظيفة مع الدولة ولا في الشركة، اما تدخل لعالم المقاولة ودير المشروع ديالك الخاص. كل طريق عنده مميزاته والعيوب ديالو، وكل واحد فينا كيختار حسب الظروف والطموحات. اول حاجة غادي نبداو بها، شنو هي الوظيفة؟ الوظيفة هي خدمة كتكون مع الدولة ولا في شركة كتشد فيها صالير مضبوط، وكتخدم عدد من الساعات معين في النهار، غالبا من الاثنين حتى الجمعة، ومعها تقاعد وتغطية صحية. من المزايا ديال الوظيفة الاستقرار المالي، كتشد شهرية مضمونة كل شهر بلا ما تبقى تخمم واش غادي تدخل فلوس ولا لا. الحقوق الاجتماعية، تقاعد، التغطية الصحية، تأمين، العطل وغيرها. وكذلك أوقات العمل محددة، كتخدم وقت محدود وكتلقى الراحة، يعني عندك وقت العائلة والراحة. كذلك أقل مخاطرة، ما كتغامرش براس مالك ولا كتخاف تخسر كل شيء. هذه كانت مميزات الوظيفة. دابا غنشوفو العيوب ديال الوظيفة، من بينها الروتين، نفس الخدمة كل نهار، صعيب تطور ولا تبدل الجو. المدخول محدود، حتى لو خدمتي مزيان الصالير ديالك يبقى محدود. كذلك قلة الحرية، عندك رئيس عليك، خاصك تحترم الأوامر والقوانين. دابا شفنا الوظيفة، غادي ندوزو للمقاولة. شنو هي المقاولة؟ المقاولة هي أنك تكون أنت المسؤول على المشروع خاص، سواء كان تجارة، خدمة، إنتاج، كتكون أنت المدير وأنت اللي كتاخد القرارات. المزايا ديال المقاولة هي الحرية، كتخدم على طريقتك وأنت اللي كتحكم في راسك وفي الوقت ديالك. إمكانية الأرباح الكبيرة، ما كايناش حدود للربح، تقدر تطور مشروعك وتولي كتربح بزاف. كذلك الإبداع والتطوير، كتعيش التحديات وكتعلم بزاف ديال الحوايج وكتحس براسك كتكبر كل نهار. الاستقلالية، ما عندك حتى واحد فوق منك، انت اللي كتصنع مستقبل بيدك. ودابا غندوزو للعيوب ديال المقاولة. المخاطرة، تقدر تخسر الفلوس وتقدر تخسر المشروع. وكذلك الإجهاد والتعب، في البداية خاصك تخدم بزاف، يمكن حتى 12 ساعة في النهار. قلة الاستقرار، ما عندكش ضمانات، يمكن الشهر يجي فيه مدخول مزيان والشهر ما يجي فيه حتى درهم.
كذلك مسؤوليات كبيرة، انت المسؤول على كل شيء، من الخدامة للضرائب للتسويق للموظفين. ودابا غندوزو للسؤال، شنو غنختار؟ هنا كيدخل العامل الشخصي ديال كل واحد والظروف ديالو والطموحات ديالو. الا كنتي كتفضل الاستقرار وراحة البال والوقت ديال العائلة والحياة الشخصية، الا بغيتي الدخل مضمون، يعني الوظيفة غتكون انسب ليك في هذه الحالة. وإلا كنتي كتفضل الحرية والإبداع والربح الكبير ومغامرة التحدي وبناء شي حاجة ديالك، هنا غنقول لك المقاولة غتكون الخيار الأنسب ليك. ودابا شنو هي العوامل ديال الاختيار؟ دابا غادي خصك تجاوب على بزاف من التساؤلات، من بينها الطموح الشخصي ديالك، واش باغي تبقى خدام عند الناس ولا باغي تدير شي حاجة ديالك؟ القدرة المالية، واش عندك راس المال اللي تقدر تبدا به المقاولة ولا عندكش؟ الصبر والتحمل، المقاولة كتحتاج الصبر والجهد، والوظيفة كتحتاج واحد الصبر وجهد أقل. الوضع العائلي، إلا كنتي مزوج وعندك مسؤولية الوظيفة كتكون أكثر أمان. السوق والمعرفة، واش عندك الفكرة على السوق، واش كتعرف دير مشروع وتروج ليه؟ ما كايناش إجابة واحدة صحيحة للجميع، كل واحد كيعرف راسو وفين يقدر يعطي. الوظيفة كتضمن لك حياة مستقرة، ولكن المقاولة كتخليك تحلم وتحقق أكثر. بعض الناس كيبداو الوظيفة ومن بعد كيمشيو للمقاولة، وبعض الناس كيبداو أوفياء الوظيفة وكيحققوا النجاح فيها. المهم ما تبقاش واقف بلا قرار، دير دراسة وشاور الناس وآمن بنفسك كيف ما انت الطريق اللي غادي تختار. وحنا وصلنا لنهاية الفيديو، حاولت نكون معكم صريح وواضح ونشرح لكم الفرق ما بين المقاولة والوظيفة، كل وحدة شنو فيها من مميزات وعيوب، وشنو العوامل اللي خاصك تفكر فيها قبل ما تختار الطريق اللي غادي تمشي فيه. المهم في هذا الشيء كامل هو تعرف راسك وتعرف شنو كتبغي وتعرف شنو كيبغيه قلبك وعقلك. ماشي كلشي خاص يكون مقاول وماشي كلشي خاص يمشي للوظيفة، كل واحد المسار اللي كيليق به وكيقدر ينجح فيه. المهم هو الطموح والصبر واتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب. إلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك وتخلي الرأي ديالك في التعليق. واش انت مع المقاولة ولا الوظيفة، وعلاش؟ وبارطاجيه مع صحابك باش يستافدوا حتى هما. وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا بزاف على المتابعة، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والتوفيق للجميع.